اتفضلي يا مدام. طمنا يا دكتور. مبروك يا استاذ، مراتك حامل في بنتين. نعم، يعني ايه حامل في بنتين دي؟ مالك يا استاذ بس، وانت مش فرحان ولا ايه؟ ثواني بس يا دكتور كده. بقول لك يا وليه انت، انا لما جيت اتجوزت بنتك وانا متفق معاها ان احنا يوم ما هنخلف ولاد مش هنخلف بنات. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو بإيدها يا ابني ولا بإيدك؟ ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى. يا ست ونعم بالله، طالما يبقى الموضوع في ايد ربنا يبقى احنا عادي ممكن نسقطه. اللي استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة ثانيه إلا بس، بالله. ايه اللي انت بتقوله ده بس يا استاذ؟ انا ضميري المهني ما يسمحليش بالكلام ده. وبعدين كل اللي يجيبه ربنا كويس، يعني بنات زي الولاد ما يا فرقتش. عم ونعم بالله ما تشيلناش غلط. ماشي يا امي، انا هقول لك على كلمتين بالعقل. مش لما جيت اتجوزت انا وبنتك في الاول قلنا هنقعد فتره مش هنخلف، وبعد كده لما اقنعتوني قلنا ان احنا هنخلف بس هنخلف ولاد؟ صح ولا استغفر لا؟ الله العظيم، وأنت هتعترض يا مش ابني على بعترض، مشيئة اللهم لا ربنا؟ اعتراض على امر ربنا. طيب خلاص. بس وبعدين يبقى البنت رزق. احنا في ايدينا حل. احنا دلوقتي ممكن نسقطهم وعادي نخلف مره لا يا ست والثانيه انا عايزاه. والثالثه. لا طبعا. انا عايزاه. أنا مش موافقة. وبعدين بنتي عايزة اللي في بطنها. موافقة على البنتين، خلاص. بل بالعكس فرحانة قوي. بس يبقى في بقى حل تاني. خلي بقى بنتك جنبك اللي في بطنها، تمام؟ عشان بنتك من النهارده ما تلزمنيش، تمام؟ اقول لك الحاجه يا ملك، انت تقولي تمام؟ افرحي بقى ببنتك والبنات اللي في بطنها. اصل انا مش يا دكتور كانت كل حياتي زمان بنات، يوم ما اجي اخلف بنات فيترد لي فيهم. لا، عمرها ما هتحصل الحوار ده. انا ماشي، ورقتها هتوصل لها لحد البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت ايه يا اخي؟ حرام عليك، ده دول ولادك تتبرى منهم. بقول لك ايه كمان يا دكتور، الكشف هحاسبهم عليه لان من النهارده انا ما اعرفهمش. السلام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش عارف اقول لك إيه يا امي، انتوا ازاي كنت مجوزه بنتك لواحد زي كده؟ انا قلت ده واحد يمكن ولا عنده ربنا ضمير هداه. ولا عنده دين. انا قلت ربنا هداه، لكن مفيش فايدة. هو مفكر ان علشان جاب بنات زي البنات اللي كان بيمشي معاهم. انا قلت يمكن هيرجع لصوابه لما يتجوز ويخلف. استغفر الله العظيم. طب يا دكتور العمل دلوقتي، اطلب منك طلب تتابع لها الحمل. انا عمري ما انزل اللي في بطن بنتي. ما تقلقيش يا امي، انا هتابع الحمل ده لحد ما يجوا بالسلامه. وما تشيليش هم لاي شيء، حتى لو معكمش فلوس العياده تحت امركم في اي وقت. كتر خيرك، يا ريت كل الناس زيك. ربنا يبارك لك يا بنتي. وانت يا بنتي ما تزعليش ولا تندم عليه، وان شاء الله هتقومي بالسلام والله يسهل له. السلام عليكم. وعليكم السلام. قولوا لهم بقى، قولوا لهم هو نور استفادوا ايه من الفكره دي؟ استفادوا من الفكرة دي ايوه. ان مفيش فرق بين البنت والولد. والولد. مش معنى مثلا ان يعني انت مش عايز بنات